الخلاصة اللي لازم تفهمه يا ابني إن باب التوبة مفتوح، والخطأ مش عيب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. هتجنن يا جدو، في حاجة مش قادر استوعبها خالص. ايه بقى يا سيدي اللي انت مش قادر تفهمه او تستوعبه دوت؟ هو ازاي ابليس كان من المقربين عند ربنا وفجأة تخلى عن كل ده، وبقى من المغضوب عليهم؟ ياه، إجابة السؤال دوت يا ابني هتبقى سهلة جدا لو عرفنا مين إبليس وليه بقى إبليس. عشان كده لازم تعرف القصة من البداية حتى النهاية. المولى عز وجل لما خلق الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام كانت معمورة بالجان، كان فيها ولاة وحكام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم تمرد الجن وعصوا أمر الله تعالى، فأرسل الله جيش عرمرم من الملائكة لتطهير الأرض. جيش الملائكة نجح في مهمته وأسروا بعض الجان المتمرد، وكان منهم إبليس اللعين. إبليس كان طفل صغير في وقت الحرب دي. لما صعدوا بيه إلى السماء دخل في طاعة ربنا وكان كثير العبادة، وارتفعت مكانته لدرجة أن الملائكة كانوا يوسطونه في الدعاء لهم. امال ايه بقى اللي غير حاله من كده وخلاه شيطان رجيم؟ إبليس يا بني كان اسمه عزازيل، وزي ما قلت لك إن هو كان عبد مطيع كثير الطاعة كثير العبادة، ولكن الكبر دخل قلبه. تأكد أن الكبر هو أصل كل داء وسبب الشقاء. سبب مشكلة الدنيا اللي احنا فيها دي هو الكبر، كبر إبليس اللعين على أمر ربنا. لما ربنا خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود، امتثلوا لأمره وسجدوا له. خد بالك ده سجود تكريم وليس عبادة عشان الموضوع ما يختلطش عليك. الملائكة نفذوا الأمر فورا، لكن إبليس عصى وقال لا، أنا من نار هو من طين، أنا خير منه، أنا أفضل، بلا بلا بلا، حاجات كتيرة قوي ملهاش لازمة. شوف ربنا قال إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طب ليه ربنا بقى غفر لسيدنا آدم ولعن إبليس رغم إن هم ارتكبوا نفس الخطأ تقريبا بعصيان أمر ربنا؟ لا، خد بالك، فرق كبير قوي يا ابني. كان فرق بين الجنة والنار، الحلال والحرام، السماء والأرض. إبليس اللعين عصى أمر الله تعالى وامتلأ قلبه بالكبر وأصر على القياس الفاسد. زي ما قلنا قاعد يقول أنا خير منه، أنا من نار هو من طين، وما اكتفاش بدوت، لا ده تمادى وقال سأغوي عبادك إلى الضلال المبين. انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لكن سيدنا آدم عليه السلام أخطأ وتاب إلى ربه عز وجل ولم يتمادى في المعصية زي ما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخلاصة اللي لازم تفهمه يا ابني إن باب التوبة مفتوح، والخطأ مش عيب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، ولكن العيب والكارثة الكبيرة إن احنا نتمادى في أخطائنا أو نتكبر على أحد. وزي ما قلت لك الكبر هو أول خطوات الهلاك.